السيتي في موسم للنسيان بيطمح الصعود للأبطال، ده لسان حال مشجعين السيتي ومن قبلهم أكيد الفيلسوف بيب جوارديولا. وفيلا بقادة إمري بيبصوا لتاريخهم السابق وسط الكبار. مباراة تكتيكية من الطراز الفريد بين الثنائي الإسباني إمري وجوارديولا. دخل إمري اللقاء بأسلوبه المعتاد ال 4-2-3-1، وجوارديولا بدون فلسفة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم بال 4-3-3. قبل ما أجيب لك لقطات من الماتش هشرح لك سيناريو الماتش على البورد. إمري بيعتمد على الخروج بالكرة من حراسة المرمى مرورا بكل مراحل اللعب تفصيليا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بادئ بمرحلة البناء ما يسمى ببيلد اب، ويطمح بوصول الكرة للراجل الحر، وبيقابله جوارديولا بضغط عالي بفلسفة محترمة جدا تخليه زايد 2 لعيبة في الخط الخلفي. والكلام ده بيحصل عن طريق ضغط مرموش وميكاتي على 2 قلوب دفاع استون فيلا، وفي نفس الوقت قافلين ممرات التمرير على الارض الأظهرة. ومن هنا جه تفوق جوارديولا لانه بيضغط ب2 لعيبة على الرباعي من فيلا، في حين ثنائي الارتكاز او ما يسمى بالدبل بيفوت لفيلا اللي هم كامارا وأونانا مضغوط عليهم بثنائي مان تو مان دي بروين وجوندوجان، وكوفازيتش مان تو مان صريح مع البلجيكي تيلمنز اللي في معظم الوقت في قلب الملعب. وبالنسبه لاجنحه استون فيلا في معظم الوقت بيتمركزوا في مناطق انصاف المساحات الهاف سبيس، فبيكون متواجد مع الجناح الشمال استون فيلا اللي هو رمسي برناردو سيلفا. ولو الجناح قرر يكون متواجد على الخط عشان يوقف الظهير اليمين للسيتي من الضغط على الظهير الشمال لاستون فيلا لوكاس دين، بتكون مهمه برناردو سيلفا في الوقت ده هو الضغط على لوكاس دين اذا وصلته الكره باي طريقه. وده يدل ان في تناغم مستمر بين برناردو سيلفا ونونيز في عمليه الضغط. والجانب الثاني من الملعب مورجان روجرز مع المهاجم راشفورد في معظم الوقت بيكون اللي في مقابلتهم ثلاثي السيتي جوفارديول ودياز واوريلي. فطوال ال90 دقيقة كانت المباراة بتدور حوالين النطاق الفني ده. وفي حالة التحول من الدفاع للهجوم للسيتي كان بيكون اللعب المباشر خلف الأظهرة أو ما بين الأظهرة وقلوب الدفاع القادمون من الخلف. في مرحلة تانية من الملعب هي مرحلة الهجوم للسيتي ودفاع استون فيلا، وناي إمري قرر يكون أسلوب ضغط متوسط بال4-4-2، واللي في أوقات بتتحول ل5-3-2 برجوع رمزي كظهير أيسر ودخول لوكاس دين كمدافع الثالث. والسيتي في المرحلة دي كان سلاحه التحرك الكتير بين دي بروين وسيلفا وجوندوجان ومعاهم مرموش، لكن ما كانش في حلول بصورة كبيرة من العمق بسبب تمركز استون فيلا القوي. فكان خطوره السيتي بتكون من الاطراف، هدف برناردو الاول اختراق من الطرف المرموش، وهدف نونيز الثاني اختراق لدوكو من الطرف. دي قرايه الملعب من الناحيه الخططيه او لما تقرر تقيم مديرين فنيين. لكن في ارض الملعب في قرارات بتكون اما ارتجال فردي من اللاعب يقدر يخلص لك ماتش، او خروج بره سياق الروتين والاله وتسبب في خسارتك. وفي نوع ثالث هو عدم استغلال اخطاء المنافس اللي صنعها سياق الاله وموهبه الافراد. والنوع الثالث ده بالنسبه لي كان متواجد في لقطه مهمه لاستون فيلا والنتيجه 1-1، وحصلت في وقت كان بيحاول فيه مارتينيز وكونسا وتوريز الوصول للاظهره الغير مراقبين. وفي الوقت ده تقدم اوريلي الظهير الايسر للسيتي على كاش الظهير الايمن لاستون فيلا على امل الضغط العالي مع ضغط جوندوجان على كامارا وكوفازيتش على تيلمنز اللي تحول لطرف الملعب، وبرناردو على رمزي اللي دخل عمق الملعب. ولكن بمجهود فرد الكامارا قدر يلاقي روجرز اللي ما استغلش تقدم الظهير الشمال وتفوق العددي على جفارديول ويلعبها في ظهره تيلمنز، وقرر يلعب الكوره في الجنب الثاني من الملعب لوكاس دي. في النهاية قدر السيتي يخطف 3 نقط مهمين جدا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من موسم للنسيان لجوارديولا اللي ناوي على تغيير جلد كامل لكتيبة جديدة مع السيتي.